والله يا جنجويد، نحن ناس الفتك والمتك ولا نستسلم. وانا سار كلاش ما في زول هيعرفني بكلاشي ده، بنقاتل لاخر لحظه. نحن ما ناس الكلام، نحن ناس الفتك والمتك ودي الحكات، نحن ناس كل الحكات. واي قائن ولا اي امين هيعمل حسابه. نحن ناس الفتك والمتك وناس كل الحكات. احيي كل الفنانين والتراثيين واقول لهم الف شكر والف تحيه. وفاشر السلطان فاشر الداب العاسي، نحن في مدينه الفاشر وواقفين وقفه قويه جدا مع اخواننا المقاتلين في صفوف الاماميه في خندق واحد منذ تاريخ استقلال السودان. المرأة الدارفورية واقفة والمرأة السودانية واقفة وقفة قوية جدا منذ ميرم تاج أخت السلطان علي دينار. قدمت المرأة تضحيات كثيرة جدا للسودان، ونحن الآن برضو واقفين وقفة قوية جدا وما زال الآن واقفين، ونحن نقاتل من أجل السودان ومن أجل وطننا الحبيب لآخر يوما. يا نموت تحت أرض سوداننا نطفا في أرضنا السودان الحبيب، يا نعيش أحرار وفاشر هرة والمرتزقة برة. ونحن الآن واقفين جنبا بنقدم الوجبات الغذائية للمرضى وللمقاتلين الواقفين في صفوف الأمامية، بنقدم وجبة للارتكازات ولكل الناس الواقفين حاملين السلاح وحماية عن أرضنا. نحن بنعمل وجبة بنقدم لهم، وبنقدم الوجبة الغذائية للمرضى، وبنقدم الدواء، بناخد الدواء من عندنا بنجيبه برضه نقدم للمرضى. ونحن في داخل مدينة الفاشر الشغل حقنا ما بقي في واحد ولا اثنين، نحن كلنا سواسية كأمشاد المسجد، وبنقدم الوجبات لكل الناس، ما عندنا داك ولا داك. ونحن كحاجة واحدة واقفين في صف واحد وفي خندق واحد وندافع عن أرضنا الحبيب لآخر لحظة. والمرأة هي قوية جدا منذ استقلال السودان ما زال الآن واقفة وقفة قوية جدا، ونحن لا نستسلم أبدا. أنا بجد أنا سارة كلاش الواقفة أمامكم بنقاتل بكلاشي ده لآخر أنفاسي، يا نطفا في أرض الحبيب سوداننا الحبيب، يا نعيش حر، يعني نعيش أحرار. ونحن كالمرأة نحن لدينا دور كبير جدا في استقلال السودان، ونحن دولة 56 وما زال الآن بنقاتل باسم دولة 56، بنقاتل لآخر لحظة. نحن لدينا الوطنية وبندافع عن أنفسنا وبندافع عن أرضنا الحبيب وطننا. نحن سودانيين لدينا الحق نقف لآخر لحظة، وإذا نحن متنا يجي أطفالنا بيحمي السودان. نحن إذا متنا أطفالنا هيجي ويجي برضه هيحمي السودان. نحن كمرأة السودانية لو ولدت الليلة لديها الوطنية ويضافي عن أرضها وأرضها ألا ما يموت شريفا، نموت شرفاء ولا نموت جبنا. ونحن